اليوم المغرب كينطلق بسرعة غير مسبوقة. في العالم كامل كيشوف وكيعترف. بلاد ما بقاتش كتدافع غير على مبادئها، ولكن كتصنع واقع جديد على الأرض. في مجلس الأمن القرار الأخير أكد أن الصحراء مغربية بالتاريخ والشرعية والواقع. الدبلوماسية المغربية قوية، متوازنة وواضحة، والمشاريع التنموية كتشهد في كل جهة، من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب. المغرب كيبني، كيعالج وكيحضر المستقبل. وسط هذه الدينامية الكبيرة، اليوم الرباط كتعيش لحظة فخر واعتزاز. افتتاح المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس، معلمة طبية حديثة وكلمة أخرى من المغرب للعالم: الإنسان أولا. هذا المشروع ماشي غير مستشفى، هو رؤية ملكية متكاملة على مساحة فوق 280 ألف متر مربع، وطاقة استيعابية كتفوق 600 سرير قابلة للزيادة حتى 1000. فيه أحدث التقنيات في الجراحة، التحاليل والعلاج، من جراحة القلب لجراحة الأعصاب، العلاج السرطان والولادة. كل جناح فيه روح الخدمة والإنسانية. كل خطوة فيه كتحكي قصة المغرب الجديد، مغرب كيخدم بصمت ولكن كيعطي بإنجاز. هذا الإنجاز جزء من مسار ملكي واضح: تعميم التأمين الصحي، تطوير الموارد البشرية، وضمان الحق في العلاج لكل مواطن في كل مدينة وقرية. المستشفى الجديد ماشي معزول، راه مرتبط بجامعة محمد السادس للعلوم الصحية، اللي فيها آلاف الطلبة كيتهيئوا باش يكونوا أطباء المستقبل. هنا كيتكون جيل جديد كيعرف يخدم بالعلم وبالقلب وبالضمير، والمغرب كيراهن على هذا الجيل باش يبني منظومة صحية قوية مبنية على الكفاءة، التكنولوجيا والبحث العلمي. هذا المركب مصمم باحترام للبيئة، أكثر من 8000 متر مربع ديال الطاقة الشمسية، وتقليص ديال 40% من الانبعاثات الكربونية، لأنه المستقبل ما يكونش صحي بلا ما يكون خضر. من الرباط كيتولد الأمل، من كل طبيب، من كل مريض، من كل حلم مغربي كيتكتب فصل جديد في كرامة الإنسان. المغرب اليوم في حركة بناء حقيقية، كيعالج، كينمي وكيصنع الغد بثقة. والمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس هو الدليل أن التنمية ما بقاتش شعار، ولكن واقع كيشرف كل مغربي. من طنجة للقويرة، من الجبال للبحر، كيبقى المغرب عنوان الأمل، والمستقبل بدا فعلا من هنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن الحلقات الجاية غادي توريك فصول ما سمعناش بها من قبل. وكتب لنا في التعليقات شنو أكتر حاجة شدت انتباهك في هذه الحلقة.